بيبدأ الفيلم في أمريكا مع بنت اسمها كارا، وكارا بتكون بايتة عند جيس صاحبتها، فبيصحوا هما الاتنين من النوم وبيفطروا. في الوقت ده كارا بتتصل بمامتها تقول لها إن هي وجيس هيروحوا لصاحبتهم أمبري في البيت وهيقضوا معاها اليوم وهترجع بالليل، فأمها بتوافق. فبتخلص كارا مكالمة مع أمها. بعد كده جيس بتطلب من كارا تسقي الزرع بتاع حديقة البيت الأول، فكارا بتوافق وبتخرج برا البيت علشان تسقي الزرع بتاع الحديقة، وجيس بتدخل الحمام. في الوقت ده بتيجي عربية سودا بتقف قدام بيت جيس، والعربية بتقرب من كارا، فبينزل من العربية شخص بيقرب من كارا. فالشخص ده بيسألها على عنوان على أساس يعني إن هو تايه. ففجأة بيطلع مسدس وبيحطه على رقبة كارا، وبيهددها إن هو يضربها بالرصاص لو عملت أي فعل. وبياخد كارا جوه العربية تحت تهديد السلاح، وبيدخلها جوه صندوق العربية وبيقفل عليها، وبياخدها وبيمشي، وبيكون مسافر بكارا لولاية تانية. وفي الطريق بيقف عند منطقة صحراوية، وبيفتح الصندوق لسارة وبينبهها، بيفكرها إنه معاه مسدسه وإن أي محاولة للهرب هيقتلها على طول. فكارا بتخاف وبتقول إن هي تسمع كلامه كله. في الوقت ده الشخص ده كان مجهز حبال على جنبه وكان رايح يجيبها، فسارة بتستغل الفرصة وبتحاول تهرب، بس بتفتكر سارة إن الراجل ده معاه مسدس وممكن يقتلها، فبتأجل فكرة الهروب لفرصة أحسن. وبنعرف إن كارا بتمتلك موهبة مميزة جدا، وإنها بتعرف تتخيل عواقب أي شيء من قبل ما يبدأ، وبتقدر تستنتج أي حدث قبل ما يحصل إذا كان هيطلع نتائجه كويسة أو نتائجه مش كويسة. بعدها بيرجع الشخص ده ويكون جايب أدوات وحبال، وبيكتف ايدين كارا ورجليها، وده معناه ان هو كان مجهز للخطف من بدري، وبيحط لها كمامة على بقها عشان ما تتكلمش او تعمل اي صوت. في الوقت ده جيس بتخرج من الحمام وبتطلع علشان تشوف كارا في حديقة البيت، فمش بتلاقي كارا موجودة وبتقلق جدا. لو انت وصلت لحد هنا وما عملتش لايك بطلب منك تعمل لايك عشان اللايك مهم جدا، وريك كومنت لان الكومنتات بتفرحني وبرد على كل الكومنتات. يلا بينا نكمل. فجيس بتتصل على ام كارا عشان تشوف راحت فين، وما بتقول لها متعرفش اي حاجة عنها وبتقلق جدا على بنتها، وخصوصا لما جيس بتقولها ان هي اختفت مرة واحدة من قدام الحديقة. فأم كارا بتتصل بالشرطة وبتبلغ ان بنتها مفقودة، وبتديهم عنوان بيت جيس على اساس ان كارا اختفت من هناك. وبنروح بعد كده لكارا والخاطف، وبيكونوا وصلوا للولاية اللي هو ساكن فيها. بيقولها ان هو هيفك لها كل القيود اللي عليها، لكن بشرط ان هي تسمع كلامه وما تحاولش ان هي تهرب، لان هو في الوقت ده هيضطر ان هو يقتلها. فبتضطر كارا توافق على كل الشروط عشان ما تموتش، وكمان عشان تكسب وقت، وكمان عشان تبدأ تفكر في خطة تهرب بيها من المكان ده لأنها ذكية جدا، وبتكون متأكدة إن خطفها ده مش هيطول. وبيحذرها خاطف إن المسدس على طول في إيده، وبيقولها ما تفكرش أو تحاول إنها تهرب. وبعدها بيجيب كراسة وقلم وبياخد منها كل بياناتها الشخصية، وبعدها الخاطف بيعتدي عليها. بعد كده كارا بتبدأ تجمع معلومات على البيت اللي هي موجودة فيه، وبتحاول تجمع أي معلومات عن الخاطف، زي مثلا صورة أو رقم الدكتور اللي بيتعالج عنده أو رقم موبايل أي حد من أصحابه، أو أي حاجة من الحاجات اللي ممكن توصلها بيه لما هي تهرب، وساعتها تقول للشرطة عن المعلومات دي فتفيدهم المعلومات دي ويلاقوه بسهولة ويقبضوا عليه. فبتحاول كارا تفتح كلام مع الخاطف علشان تستدرجه ويقول لها معلومات عن نفسه. فبتعرف إن هو كان جندي في البحرية من 10 سنين، وحاليا بيشتغل في مجال التبريد والتكييفات. ويقول لها كمان إن هو أول ما ياخد اللي عايزه منها هيسيبها ترجع بيتها. بعدها الخاطف بيقوم يجيب حاجة ويسيبها شوية صغيرين. فبتتخيل برضه كارا إن هي بتستغل الفرصة دي وتهرب، لكنها بتلاقي إن هي لو عملت كده هيكون الخاطف لحقها أوام. فبتختار إن هي تستنى شوية لحد ما تلاقي فرصة أفضل، وبيرجع الخاطف يقعد معاها. وبنرجع لأم كارا اللي بيكون معاها قايمة بكل أسماء أصحاب كارا، وبتتصل بيهم عشان تعرف إذا كانت واحدة منهم تعرف طريقها، لكن للأسف محدش فيهم بيكون عارف كارا فين. وبالليل في بيت الخاطف كارا بتستأذنه تدخل الحمام، فبيوافق بيروح وراها، وبيقف عند باب الحمام عشان ما اديهاش فرصة إنها تهرب. وبعد ما بتخلص الحمام الخاطف بيكون عايز يعمل عشاء، فبتعرض عليه كارا إن هي تساعده، فبيقول لها تكنس المطبخ. فكارا بتاخد المكنسة وبتبدأ تكنس، وبتبدأ تبص وتركز مع كل حاجة حواليها. بس الخاطف بيحس ان هي بتخزن في دماغها معلومات، فبيطلب منها ان هي تبطل كنز. وام كارا بتكون في اسم الشرطة مع الضابط، فالضابط بيقولها ان هي ممكن تكون هربت مع حد من اصدقائها. فبتقول للضابط ان هي لو بنتها تعمل كده كان لازم برضه ان هي تتصل بيها، لكن طالما ما اتصلتش يبقى في حاجة قوية جدا حصلت. وبنرجع لكارا والخاطف، وبيدخلها في الصندوق اللي كان خاطفها فيه تاني، وبيحط لها الكمامة على بقها، وبيقفل عليها الصندوق لانه عايز يعمل مكالمة تليفون وخايف ان هي تصوت او تصرخ. ولما الخاطف بيعمل المكالمة كارا بتكون جوه الصندوق مش قادرة تاخد نفسها، والخاطف بيرجع لاخر لحظة ويفتح لها الصندوق وبيخرجها ويشيل الكمامة من على بقها. فبيلاحظ ان كارا مش قادرة تتنفس، فبيديها حبات دواء علشان تهدى، فبتاخدها منه وتبلعها قدامه علشان ما يشكش ان هي ما بلعتهاش. وبالليل بتلاحظ كارا ان الخاطف عنده صندوق مقفول، ولما بيلاحظ الخاطف ان هي لاحظت الصندوق بيقفل الصندوق بسرعة. وفي اخر اليوم الخاطف بياخد كارا وينامها على السرير، وبيكتف ايديها بكلبشات، وبيربطها بخطاف متوصل بالسرير، وكمان بيربط رجليها عشان يضمن ان هي مش هتعرف تهرب خالص. وبينام جنبها وهو مطمن. والصبح بتصحى كارا بتلاقي الخاطف نام جنبها نوم عميق، فبتحس ان هي دي الفرصة المناسبة علشان تهرب. ولما بتتخيل ده هيحصل بتلاقي نفسها تنجح المرة دي على عكس المرات اللي فاتت،
فبتاخد القرار وبتستغل نوم الخاطف العميق وبتقدر تفك الكلبشات. وبعد كده كارا بتقدر تفك رجلها من القيود اللي مكتفاها وبتقوم من على السرير بحذر وبتخرج بره الأوضة. بتروح تفتح باب الشقة وبتطلع جري لحد الطريق، فبتوقف عربية بتطلب منهم إن هم يساعدوها ويودوها أقرب مركز شرطة لأنها مخطوفة. فبيوافقوا إن هم ياخدوها معاهم وبتوصيهم كارا إن هم يفتكروا المنطقة اللي هم خدوها منها لأن هي غريبة عن الولاية دي ومش حافظة المناطق. فبيوصلوا كارا لمركز الشرطة اللي تبع نفس الولاية وبتكون متحمسة إن هي تبلغ عن الخاطف. وفي مركز الشرطة بتقابل كارا الشرطي أرم وبيفك لها الكلبشات وبتحكي له كل حاجة حصلت لها بالتفصيل. في الوقت ده الشرطية جيني بتتكلم مع الناس اللي وصلوا كارا لمركز الشرطة وبتعرف منهم المكان اللي أخدوها منه، لكنهم مش بيكونوا عارفين بالتحديد مكان الشقة اللي كارا خرجت منها. وبيعرف أرمن في الوقت ده إن في بلاغ عن اختفاء كارا ولكن في الولاية اللي هي ساكنة فيها. فعلى طول بيتصل الضابط بوردة كارا وبيبلغها إن كارا عندهم وفي أمان. فبتبكي أم كارا من الفرحة وبتسافر بسرعة للولاية اللي فيها كارا وبتروح مركز الشرطة عشان تشوفها وتطمن عليها. بعد كده الضابط بياخد كارا للمنطقة السكنية اللي كانت مخطوفة فيها علشان تحاول توصف مكان شقة الخاطف. وبيعرفوا من أحد السكان مكان شقة الخاطف لأن كارا وصفت له الخاطف وبيته بالظبط. فبيطلعوا بسرعة مذكرة تفتيش للشقة. فبتروح الشرطة تقتحم شقته لكنهم مش بيلاقوه هناك، وده لأن الخاطف لما عرف إن كارا هربت هرب هو كمان من الشقة. فمركز الشرطة بيجيب لكارا صور من المشتبهين فيهم، يمكن كارا تلاقي صورة الخاطف وسطهم. وفعلا كارا بتلاقي صورة الخاطف وسطهم وبتعرف منهم إن هو اسمه إيفانس. فبتقول لهم كارا معلومات دقيقة جدا وبالتفصيل عن اللي عرفته عن إيفانس، وأهم معلومة إن هو كان ليه زوجة شعرها أصفر لأنها شافت صورهم في البيت، وإن هو عنده صندوق جنب الحيوانات اللي مربيها وأكيد الصندوق ده جواه أسرار كتير. فالشرطة بتروح شقة إيفانس تاني فبيلاقوا الصندوق ده وبيكسروا القفل وبيلاقوا هدوم كارا اللي كانت لابساها وقت الاختطاف، وكمان بيلاقوا هدوم تانية بنات كان إيفانس اعتدى عليها، وبيلاقوا قصائص بتاعت حوادث اختطاف بنات من سنين وكلهم قضايا اتقفلت علشان اتأيدت ضد مجهول. فبتبعت الشرطة لكل الولايات اللي حدثت فيها الحوادث دي وبيعرفوهم على مستجدات التحقيق وبيعرفوهم على شخصية إيفانس وصوره وكل المعلومات اللي عرفوها عنه. وبتبدأ الشرطة في كل ولاية تدور عليه، وخصوصا إن حادثة كارا دي بقت قضية رأي عام والمواطنين بيكونوا مهتمين إن الشرطة تقبض على إيفانس، والمباحث الفيدرالية بيكونوا مشرفة عن التحقيقات دي. في المستشفى بيتعمل لكارا كشف طبي شرعي عشان يثبتوا جريمة الاعتداء عليها، وبتقدر الشرطة تعرف مين هي مرات إيفانس وبيكون اسمها أشلي، وكمان بيقدروا يوصلوا لعنوان بيت أمه فبيروحوا على هناك علشان يفتشوه. في الوقت ده بترجع كارا لبيتها في الولاية اللي هي ساكنة فيها، والشرطة بتحط حراسة على بيت كارا علشان يحموها من أي تهديد لأن الخاطف لسه حر وكمان عارف عنوانها ممكن يقتلها في أي لحظة. في الوقت ده الشرطة بتفتش بيت أم إيفانس لكنهم مش بيلاقوه هناك، وبعدها بيقدروا يوصلوا لأشلي مرات إيفانس وبيعرفوا منها إن هي متعرفش مكان إيفانس، ولكن أخت إيفانس بتروح لمركز الشرطة وبتبلغ عن أخوها وبتقول لهم على مكانه وبتقول لهم إن هو قاعد في فندق. لكن الشرطة لما بتروح للفندق بتلاقي إن هو ساب غرفته وهرب. بس بعد كده بتوصل للشرطة معلومات جديدة بإن إيفانس هيروح لبيت أخته التانية غير اللي بلغت عنه، فبيعملوا له كمين هناك ولكنه بيقدر يهرب منهم. وبيكون إيفانس في الوقت ده معاه مسدس فبتوقف الشرطة وبتثبته بالسلاح علشان يرمي مسدسه، لكن إيفانس بيقتل نفسه بنفسه. فكارا بتعرف إن هو قتل نفسه، ساعتها كارا بتتضايق جدا لأن كارا ساعتها كان نفسها تشوفه وهو بيتعدم أو على الأقل تشوفه وهو بيموت بالبطيء جوه السجن. والمأمور براس بيقول لها إن هي بطلة وإنه بيقول إن هي لولا مساعدتها اليوم ما كانش قدروا يمسكوه. في الوقت ده كارا بتكون فخورة بنفسها وبيخلص الفيلم. نتقابل في الفيلم الجاي، متنسوش تعمل لايك واشتراك عشان تشجعوني مزيد من الملخصات. شكرا ليكم.